أقسم بالله ما حدث جنون وأشبه بالمستحيل. الهلال تعادل مع ريال مدريد وهو حاشر ريال مدريد فعلا. أول مرة فريقي ريال مدريد أول مرة يتعثر وأنا مو زعلان، لأنه الهلال كان يستحق كأقل تقدير أنه يطلع من هذه المباراة بنقطة. الشوط الأول كان كامل لصالح الهلال، والشوط الثاني برضو كان متساوي مع ريال مدريد. انت تتخيل قاعد تتكلم الهلال والريال، الريال ملك أوروبا كلها ما فاز على الهلال. أقسم بالله الإنصاف قليل جدا في هذا الرجل. صنع فريق في وقت بسيط بنفس الأسماء. شفتوا الهلال كيف اليوم مرعب؟ هذا ترى نفس أسماء الهلال اللي احنا طلعناهم من آسيا، بس صنعهم من جديد، وهذا لسه ما وفروا له العناصر والأسماء اللي هو يبغاهم. ما بالك بكرة لما يجي أوسيمين ولا ثيو ولا برونو ولا أي اسم هو يبغاه. قبل ما نكمل كده مبارياتك على السريع، مسلسلات، كل شيء في مكان واحد، وحتى كاس العالم ما تفوتوا، الرابط في البايو. برق سريع. الرولز روبن نيفيس قدم مباراة أسطورية، حد كثير جدا من خطورة وسط ملعب ريال مدريد. الفرق بينه وبين أنشيلوتي إنه هو يعني يوجه يتكلم كده، هذاك بس يمضي غلبان. ولا الفريقين يعني الريال مع أنشيلوتي ولا مع دا لين دحين خربانين. افتخر عزيزي الهلالي بهذا الفريق، افتخر بهذا الفريق وهذه النتيجة والنقطة الثمينة اللي ممكن تأهلك للأدوار القادمة. الهلال يتعادل 1-1 مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية. نعم يا جماعة الخير، ألف مبروك لجمهور الهلال هذا التعادل وهذا المستوى التاريخي بكل أمانة، وبالذات الشوط الأول مفروض الهلال يسجل 2-3، في هدف تسلل وفي بلنتي وفي كذا فرصة. بصراحة الهلال اليوم قدم مباراة للتاريخ ومباراة تحسب للهلال. صراحة من هنا نقول أن الهلال ممكن يوصل بعيد في كأس العالم للأندية. بصراحة نتكلم مع أن الأخبار بالبداية أن الهلال دور مجموعات دور 16، لا يا حبيبي، بهذا المستوى توصل دور الثمانية ودور 4 إذا كملت وما قابلت أكيد أندية يعني ثقيلة بالبدايات تفوز وتوصل مكان بعيد. بصراحة مبروك يا جمهور الهلال هذا المستوى، وكان المفروض يفوز الهلال. بصراحة ضيع الريال آخر بلنتي، كان مستحق. يعني الريال ما يستحق الفوز اليوم، ما يستحق ولا 1% انه يفوز اليوم على الهلال، والهلال كان يستحق اقل شيء تعادل او يفوز الهلال. والتعادل اشوفه جيد نادي الهلال حسب اسم الريال وبطولة كاس العالم والاسماء لا الهلال قدم مستوى طيب، مبروكين وتستاهلون. طبعا يا جماعه راح اتكلم اكثر بعض التفاصيل كلها في البرنامج الاصفر. حياكم الله، اسمي بالعربي او الرابط البايو، استمتعوا. انزاجي اكل خصمه اكل، يا تجيب مدرب زي كذا يا ريت تجيب من البدايه. الشيء اللي سواه انزاجي شيء كبير في هذه المباراه، ولاعبين فريقه تحديدا ساعدوه في هذا الموضوع طبعا بدون اي صفقه جديده. وان كان في اسم لازم تستثنيه وتذكره غير عن الكل في البدايه فهو سيفيتش مع انزاجي راح يكون نسخه مختلفه تماما. وانا اعتقد ابرز شيء في مباراه اليوم كان هو لاعبين الوسط اللي برزوا جدا، نيفيز اللي سجل البلنتي وسيفيتش اللي لعب لحظات كثير حلوه. يا سيفيتش في كل لحظه تجي معاه الكوره انت تستمتع بسيفيتش، والفريق اساسا يرتكز عليه بشكل كامل في عمليه بناء الهجمه. كل كوره تبدا من بونو يستلمها سيفيتش بهذه الطريقه وينزلها، ومن هنا يبدا اللعب كامل. طبعا ياسين بونو هذا التصدي التاريخي، تصدي ثمين، نقطه تاريخيه جدا، نقطه راح تفرق كثير في مسيره الهلال بصراحه. اذا كان كل هالظهور الكبير بدون ما يكون فيه مهاجم في الفريق، وش راح يصير مع صفقه المهاجم الكبيره او ممكن حتى مع عوده متروفيتش؟ مشوار كبير لسه قدامنا في البطوله. كل المباريات عند فيرس فيو 13 بس مباراه لو استخدم في 9. طرق التواصل معهم موجوده في البايو، عندهم خانه خاصه للبطوله. سالم الدوسري كذلك من اللاعبين اللي لازم تذكرون في الليله. لسه في اكثر من موضوع بتكلم عنه، من هنا لذاك الوقت اوف متابع للمزيد، صلوا على النبي. سجل التاريخ انه الهلال اول نادي اسيوي يحقق نقطه قدام نادي اوروبي بعد تقريبا 14 ولا 15 مباراة للتاريخ. شكرا لممثل الوطن. اما من الناحيه الثانيه انا ما شفت ريال مدريد، انا شفت النصر. يخرب بيت السوء اللي في ريال مدريد، يخرب بيت العشوائيه المبالغ فيها، والسوء والعشوائيه هذه هو سببها الهلال. من ناحيه الهلال كان منظم بالذات دفاعيا، انا فرق معايا الهلال الموسم اللي فات دفاعيا وفي هذه المباراه هذه، وهي اول مباراه لانزاجي وفرق معانا التنظيم الدفاعي. بنسبه كبيره كان الهلال اقرب للفوز بالذات في الشوط الاول، والكل يتفق معايا. لكن بدايه بطوله جميله جدا، ولا تنسى انك قاعد تلعب ضد ريال مدريد مهما كان ريال مدريد. لكن اعتقد انه الهلال بنسبه كبيره حيتاهل للدور الثاني. لايك ومتابعه. هارد لك لجمهور ريال مدريد التعادل امام الهلال، والف مبروك لجمهور الهلال على هذا الفريق القوي. الهلال التعادل امام ريال مدريد، فريق استحق الانتصار وليس فقط التعادل. ريال مدريد مع تشابي الونسو
بتذكر تشابي ألونسو في أول مؤتمر صحفي له لما قدموا ريال مدريد قال أني هون لحتى أهيمن في ريال مدريد في المباراة على الكرة أو على الأسلوب أو استحواذ أو ما شابه ذلك. للأسف ما شفنا أي هيمنة، للأسف ما شفنا أي شكل، للأسف ما شفنا أي بوادر إيجابية بتتعلق بتشافي ألونسو كمدرب مستقبلي لريال مدريد. ريال مدريد شفناه متهالك، شفنا ريال مدريد تعبان، شفنا ريال مدريد ما فيه انسجام. ممكن البعض سيقول لي طيب الجو له دور، الحر له دور، طيب مو الهلال بيلعب بنفس الأجواء وبيلعب بنفس درجة الحرارة وإلى ما هنالك. بينما ريال مدريد مع التبديلات اللي عملها تشابي ألونسو، مع الاشي اللي عمله، بس ولكن ريال مدريد يحتاج عمل كبير مع تشابي ألونسو إن وجد له الأفكار لحتى يغير الاشي اللي لازم يغيره في ريال مدريد. شفت فينيسيوس عقليته هي نفسها فينيسيوس، شفت رودريجو هو نفسه رودريجو، شفت فاسكيز لما دخل نفس الكارثة. شفنا كوارث ريال مدريد مع أنشيلوتي نفسها الكوارث يلي مع تشابي ألونسو. ما بنحكم عليه من أول مباراة، بس ولكن يحتاج الكثير لحتى يغير بريال مدريد في انتظار قادم المباريات.